كان يا مكان، كان في بنوتة جميلة اسمها كراميلا. كراميلا كانت عايشة في بيت جميل مع بابا وماما، وكان عندها صحاب كتير قوي بيحبوها وبيلعبوا معاها. كراميلا كانت بنوتة مؤدبة وبتسمع الكلام. كمان كراميلا كانت بنوتة شاطرة وشجاعة وبتنام لوحدها في الأوضة من غير ما ماما تنام جنبها. كراميلا كان عندها دبدوب اسمه دباديبو، كانت بتحبه قوي وكان بينام جنبها كل يوم، بتحكي له قصص وحواديت قبل ما يناموا. كل يوم كراميلا كانت بتروح المدرسة، فعلشان تصحى كانت بتظبط المنبه كل يوم الساعة 7. كانت بتظبطه لوحدها من غير ما حد يصحيها. الساعة 7 جت والمنبه رن، ترن ترن. كراميلا سمعت المنبه وصحيت من النوم على طول. صحيت نشيطة ومبسوطة، وكمان كانت فرحانة قوي إنها تروح المدرسة وتلعب مع صحابها اللي بتحبهم. كراميلا كانت بنوتة نظيفة وجميلة. كانت لما بتصحى الصبح تدخل التواليت لوحدها، وبعد ما بتخلص بتغسل ايديها بالمية والصابونة كويس قوي. وكانت ماما حطلها كرسي صغير بتقف عليه عشان ما تبلش نفسها. كانت بتغسل أسنانها بالفرشة والمعجون بتوعها كل يوم. بعد ما بتخلص التواليت بتدخل أوضتها وتروق سريرها، وبتخلي أوضتها نظيفة قوي. فتحت دولابها علشان تلبس لبس المدرسة وتروح تاكل قبل ما تنزل. بعد ما كراميلا خلصت لبس راحت قعدت على السفرة علشان تاكل الأكل اللي ماما عملته لها. ماما كانت عاملة لها كوباية لبن وساندوتش جبنة. كراميلا كانت فرحانة قوي علشان هتاكل الأكل اللي هي بتحبه. أكلته كله وكانت فرحانة. بعد ما خلصت الأكل راحت لمامتها وقالت لها شكرا يا ماما على الأكل الجميل ده. مامتها بستها وقالت لها أنا بحبك قوي عشان انتي بنوتة شاطرة وجميلة وخلصتي أكلك كله. أتوبيس المدرسة بتاع كراميلا وصل تحت البيت، وكان كل صحابها مستنينها فرحانين. كراميلا ركبت الأتوبيس وقالت لصحابها صباح الخير، انتوا وحشتوني قوي. صحابها قالوا لها صباح النور يا كراميلا، يلا تعالي بسرعة علشان نروح المدرسة كلنا مع بعض. كلهم راحوا المدرسة وكانوا مبسوطين.